هذه اللي في التصويره سميتها توريه، نيفو اخر ديال الخيانه. 2024 توريه وحسن عايشين في واحد القريه صغيره في المغرب، متزوجين اكثر من 5 سنين وحياتهم زوينه بزاف. حسن في عمره 39 عام وخدام كزار عنده محل ديالو، اما توريه في عمرها 36 عام خدامه معلمه في مدرسه. تعرفوا على بعضياتهم فاش توريه جات تخدم وتعينات في ديك القريه، وكانت كتقدم له ديما، عجبها وعجباتو وتزوجوا. ولكن من بعد عامين توريه اكتشفت انها ما كتولدش، ولكن حسن كان كيبغيها ورضى بقدر الله وعاش معاها. وحسن كان ميسور الحال، كان لاباس عليه، كان ديما كيتهلا فيها وشرى لها دار واعره في واحد البلاصه في المدينه وتحولوا ليها. ولكن هي كانت عارفه بلي ما عندها حتى شي ولد معاه، في حاله الا طلقها ما غادي تصور منه والو. وقالت ليه كتب لي الدار في سميتي، ولكن ما بغاش. وهنا بدات المشاكل، عيات معاه بجميع الطرق باش يكتب لها الدار في سميتها، ولكن ما بغاش. كان كيقول لها انا الراجل، انا اللي خصني نكون مولا الدار. وبسبب هذا المشكل بدات العلاقه كتبرد بيناتهم، هي بدات كتخونو ولكن غير كتهضر في التليفون، عمرها تلاقات بشي واحد. هو ما كيخونهاش، مركز غير في خدمته وفي انه يكبر المشاريع ديالو. توريه كان خدام معاه واحد السيد في المدرسه سميتو يوسف، كان معلم ديال الكيمياء، كانت عنده 40 سنه، مطلق وعنده الولاد. كانوا عنده بزاف المشاكل في حياته، كان ديما كيتشكى على توريه وهي كانت كتسمع ليه حيت كان كيعجبها الشكل ديالو، طريقه اللبس ديالو، طريقه الهضره. السيده تزعطات فيه، ومع الوقت يوسف ولفها بزاف واعترف لها بالحب ديالو، وحتى هي نفس الشيء واخا مزوجه. وبدات العلاقه بيناتهم، كانوا كيدوزوا نهار زوين بزاف. كانت توريه ديما كترجع معطله للدار وكتخاصم مع راجلها، وكانت كتسنى غير فوقاش يوصل الصباح باش تمشي للخدمه باش تلاقى بالعشيق ديالها. داز 4 شهور يوسف وتوريه ولفوا بعضياتهم كثر وما بقاوش قادرين يفرقوا بعضياتهم. ولو دقيقه يوسف قال لها طلب الطلاق، ولكن هي عارفه انها ما غادي تصور والو حيت ما عندها حتى شي ولد مع راجلها، وهي بطبيعتها طماعه ما يمكنش تسمح في كاع دوك الفلوس اللي عند راجلها. ولكن الا مات راجلها تقدر تورث. وهنا توريه ويوسف بداو كيوجدوا كيفاش يصفيوها لراجلها، حيت يوسف كان استاذ ديال الكيمياء، اقترح عليها انه يقد واحد المحلول الا كلاه راجلها غادي يسكت ليه القلب ديالو. وهذا الشيء اللي داروا. توريه رجعت للدار بكري، قالت لراجلها جيب معاك اللحم باش نتعشاو بجوج. هو فرح، جاب بزاف ديال اللحم ومشى بكري للدار. طيبات داك الشيء، دارت ليه المحلول في الماكله ديالو وكلاه بجوج. هو حس بواحد العيا شديد، مشى يتكا في بلاصتو. من بعد ساعه مات، وهي نعست حداه بحال حتى شي حاجه ما طرات. في الصباح مشات للخدمه، خدمت نهار كامل عادي ورجعات. فاش رجعات فتحت الباب ودات راسها بلي انها تصدمات وبقات كتغوت وكتبكي حتى تجمعوا الجيران. من بعد جاو البوليس وهي تقنات تدور بواحد الطريقه ما يمكنش، بنت مدمره. هادشي اللي غادي ياخذ الانتباه ديال البوليس وغيشكوا في شي حاجه ما هياش. غادي يبداو الابحاث ديالهم، من بعد غادي يعرفوا بلي انها كانت كتخون راجلها، وغادي يزيدوا تعمقوا في الابحاث. غادي يحللوا اللحم اللي كان باقي فوق الطبله، وغادي يعرفوا بلي فيه ديك الماده اللي كتسبب في سكته قلبيه واللي كانت هي السبب في موت راجلها. غادي يشدوها وغادي يديوها عندهم، وحيت هي اول مره غادي تشد غادي تخاف وغادي تعترف بكل شيء. غتعترف بالخيانه ديالها وكيفاش اختطات ومع من، وحتى العاشق ديالها غادي تشد وغادي تحكموا ب 20 سنه. كانت هذه هي القصه ديال اليوم. خلي لي في لي كومونتير الراي ديالك، وهذا هو الانستغرام ديالي، تقدروا تصيفطوا لي اي قصه عجبتكم بغيتو نعاودها في الفيديوهات الجايين. هادشي اللي كاين. تهلاو.